امرأة بتحضر الدرس، بنتها عم تنشر الغسيل على البرندة، مدت حالها عم تنشر الغسيل، وقعت من الطابق الرابع على الأرض، دقت عليها جارتها شلت. قالت ما عندك خبر؟ شوفي ليش؟ لك بنتك هي عم تنشر الغسيل وقعت على الأرض. شو بتتوقعوا موقف هذه الأم؟ قالت معي خير إن شاء الله. فاتت لجوا، قال شو أنا ألبس وأنزل مشان بنتي؟ لا والله ما بنزل، لصلي ركعتين شكر لله على ما أنعم وتفضل. توضت، صليت ركعتين ولبست ونزلت لشوف بنتها. قالوا لا والله جيران أخذوا لك إياها على المستشفى. قال أنا مرة روح على المستشفى مشان إيش؟ لا بروح لعم جوزي على الدكان. راحت قالت له قال لا يروح يصير جاي على البيت، أنا بروح على المستشفى. فبنت تبلغ 12 13 سنة وقعت من الطابق الرابع على الأرض. شو بتتوقعوا لها؟ رجعت الأم على البيت، الأب راح على المستشفى، شاف بنته، سألوها جيران شلون بنتك؟ قالت الحمد لله. بياخذها هي عبدة بين ايديه، بيخليها الامر له وليس لي امام القدر شيء. هي ام، هي وين ما تركض ورا بنتها وتعيط في الشوارع بنتي بنتي بنتي. فرجعت عادت بيتها ساعة، ساعة ونص، ساعتين، 3 ساعات، وقت بيجي الرجال وجايب بنته معه. لما شافت بنتها من الناظور انه واقفه هي وابوها، قبل ما تفتح الباب خرت على الارض ساجدة شكرا لله انه بنتها رجعت سليمه. هل هذه امنت بالقدر خيره وشره من الله تعالى؟ مات عاش. القضية بيد الانسان، وهل الانسان يملك اي شيء من حياة أو موت؟ لكن إذا استرسعنا دخلكم مات الولد شو صار يعني؟ وإذا مات يعني معنا مات غيره؟ مات شو أنا من العظيم يعني؟ هل أصيب المسلمون بكارثة أعظم وأكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بكيوا ولا انزعجوا، مات. فعلى ولد تبكي بتزعل؟ مات عاش. الإيمان بالقدر يفرض عليك الابتسامة الحالات الصعبة التي لا يتحمل فيها الإنسان. هذا معنى الإيمان بالقدر. أنا مؤمن بالقدر ولي على قامته، انتظروا عما نزلوا راعيت البنت. وين راعيت يعني؟ شو انا مرضي يعني؟ وكل هالقد البنت غاليه، قبل ما تموت كنت عم تسبيها وتدعي عليها. أليس هذا من واقع الحياة؟ فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى معناها بدك تستسلم للقدر، ترفع براءة التسليم بكل ما جراه القدر، بكل ما جراه القدر. اللي بيعيش اللي بيموت اللي بيروح اللي بيجي، الاستسلام المطلق. الاستسلام لأن القدر هو أمر إلهي. وهل منكم من يستطيع أن يقف أمام القدر أو أن يغير بالقدر قيد أنملة؟ ليش ما نستسلم للقدر؟ والفارق بين العالم وغير العالم، العالم يستسلم للقدر وغير العالم يلوج عند القدر.